السلام عليكم. ازاي نخلي الكهرباء ما تقطعش تاني؟ المصريين في الاسابيع اللي فاتت ولغاية النهاردة متضايقين جدا من مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. طيب ازاي نعالج المشكلة دي ونخليها ما تتكررش تاني؟ طبعا في دور مطلوب من الناس دي، لانهم هم المسؤولين في المقام الاول عن توفير خدمة التيار الكهربائي في كل ارض مصر، واكيد هم مقصرين واخطأوا حساباتهم في الموضوع ده. وعلشان الوزير بياخد توجيهاته من رئيس مجلس الوزراء، وعلشان رئيس الوزراء بياخد توجيهاته من الرئيس، يبقى الرئيس هو المسؤول الأول عن كل اللي بيحصل في البلد، ومسؤول طبعا عن موضوع انقطاع الكهرباء. لكن احنا كمان كشعب مصر علينا دور مهم جدا. أولا، الحكومة والرئيس مش مسؤولين عن الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتحصل طول السنين اللي فاتت، لكن ببساطة احنا لازم نوفر الكهرباء، واحنا نقدر فعلا نوفر الكهرباء. ليه لازم نوفر الكهرباء يا أستاذ يوسف؟ شوف يا أستاذ حسين، اللمبة اللي مولعة في السقف دي علشان انت تقدر تنورها، فوزارة الكهرباء بتحرق لك كمية من المازوت أو من الغاز الطبيعي في محطة توليد الكهرباء، والحرق ده طبعا مكلف جدا، وكمان بينتج دخان وعوادم بتلوث البيئة. فتوفير الكهرباء معناه تقليل الحرق، يعني مش بس بنوفر فلوس، إنما كمان بنحافظ على البيئة ونقلل من مشكلة الاحتباس الحراري. طيب ازاي نقلل في استهلاك الكهرباء؟ حاجات كتير ممكن نعملها، وهكلمك الأول عن جهاز التكييف. انت ليه يا أستاذ حسين اشتريت جهاز تكييف؟ أنا اشتريت التكييف علشان يبرد الجو، مديك شايف الحر السنة دي. لا يا أستاذ حسين، التكييف مش الهدف منه انه يخلي الجو بارد، لكن الهدف من التكييف انه يخلي الجو معتدل ولطيف. قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. شوف يا أستاذ حسين، أحسن درجة حرارة مريحة لجسم الإنسان هي 27. دي الحرارة اللطيفة اللي مش باردة ولا سخنة، لكنها معتدلة. يعني انت يا أستاذ يوسف قصدك ان اخلي ريموت التكييف مظبوط على درجة حرارة 27 بدل 22 و23؟ بالظبط كده، الله ينور عليك يا أستاذ حسين. وهي الحركة دي بقى هتوفر في الكهرباء؟ أيوة طبعا، دي خطوة مهمة جدا جدا، لأن جهاز التكييف هيكون مطلوب منه إنه ينزل الحرارة من 37 مثلا ل 27، يعني فرق 10 درجات. لكن لما تخلي الريموت على 22 يبقى التكييف مطلوب منه يبرد الأوضة جدا، وده هيتعب التكييف جدا ويخليه ما يفصلش، وهيكلفك استهلاك كهرباء كتير جدا. تمام يا أستاذ يوسف. طب ايه تاني نعمله علشان نوفر كهرباء لبلدنا؟ لازم الأوضة اللي فيها التكييف يكون بابها مقفول أو شبه مقفول، علشان سخونة الجو ما تتسربش لجوه الأوضة، وانت قافل باب الأوضة التكييف هيقل استهلاكه. وايه تاني نعمله؟ نحاول على حسب قدرتنا اننا نشغل جهاز تكييف واحد في البيت. كمان نحاول نقلل استخدام الأجهزة اللي بتنتج حرارة عالية، زي غلاية المية الكهربائية، وسخان المية الكهربائي، وشواية الطعام الكهربائية، وقلاية الطعام الكهرباء، وجهاز الميكروويف. الأجهزة دي كلها بتسحب كهرباء كتيرة جدا. أي غرفة تخرج منها اطفي النور واقفل المروحة وانت خارج. لما تدخل تاخد دش مش لازم تقعد أكتر من 10 دقايق. وفر في المية وفي التسخين. لو التلفزيون شغال ومحدش منتبه ليه قوم اطفيه، ما تكسلش. ليه مراتك على طول سايبة نور المطبخ؟ خليها تطفيه، وفكرها تطفي الشفاط اللي بيلف على الفاضي. المية الباردة خليها بره التلاجة في كولمان أو في مبرد المية، لأنه طبعا فتح التلاجة كتير بيخليها ما تفصلش بسرعة وبيأثر عمرها. ممكن حضرتك تشوف إن ده فيديو فارغ وكلام ملوش لازمة، لكن أنا مقتنع بكل معلومة قلتها في الفيديو ده، واللي أنا قلته هو اللي بتعمله الشعوب الواعية المتعلمة المتقدمة الغنية. وإنت لما تعمل كده تبقى أمين مع ربنا ومع أهل بلدك ومع نفسك. ولو 10 مليون بيت في مصر عملوا كده فأكيد هنوفر كتير جدا، وهنحافظ على البيئة، وانقطاع الكهرباء هيقل كتير إن شاء الله. يا رب. خيرا وسلاما على كل شعب مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.